لاباس الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مختلف عن المعتاد، ونتمنى انكم تقبلوا على الطريقه ديال التصوير لانه جاوني ضيافه على غفله. في اخر لحظه قررت انني نصور معكم فيديو. انا عندي هاد الكوكلي وعندي الطريفات ديال الدجاج اللي قطعتهم وضعتهم لتحت في الطنجره، وضعت عليهم بصله مشحره، وهاد الكوكلي اللي عمرتهم بالعطريه ديال الدجاج بحال غادي نحمروا الدجاج. وكذلك هنا غادي نزيد شويه ديال سكينجبير البزار وخرقوم معرق، شويه ديال الملحه، شويه ديال السمن. كذلك غادي نزيد الربيع، وغادي نزيد العطريه ديال الدجاج او المروزيه ديال الدجاج. كذلك نوضع الزيت والثومه محكوكه. بالنسبه للكوكلي حتى هو عمرته بنفس التوابل: خرقوم معرق، شويه ديال البزار، سكينجبير، الملحه والزعفران، السمن، مروزيه ديال الدجاج، ثومه محكوكه والقزبر والمعدنوس. نعمروه ما بين جلده تقبو صدر، نعمروه مزيان بالشرموله، نعمروه كذلك ما بين الفخيضات والداخل ديالو. كنعتذر على الطريقه ديال الشرح لانني سرعت الفيديو بزاف باش ما يجيش فيديو طويل. صافي من بعد ما كيتقلاو كنبقى كنحرك فيهم حتى كيتقلاو. غادي نوضعهم يطيبوا على السديرات ديالهم، نوضعهم كاملين على السديرات ديالهم حتى يطيبوا تماما. هنا من بعد ما طابوا عندي هاد لي كوكلي غادي نحيدوهم. غادي يبقاو عندي هاد الطريفات ديال الدجاج، غنوضع فوق منهم السفه كتفور بين ما يتشربوا ويتدغمروا وفي نفس الوقت يتبخر داك الماء. بالنسبه لهاد الكوكلي غادي ندهنهم شويه ديال الزبده وشويه ديال السمن وندخلو يتحمر. هذه السفه لبستها مزيان بالزيت وغادي نوضعها كتفور الفوره الاولى. بعد ما فارت الفوره الاولى كنوضع عليها الماء طيب وكنحلها مزيان حتى كتحل ديك الصفه. بالنسبه لهنا في الاول غادي نحلها غير في الكسكاس لانك تكون مازال ما ضاعفش الحجم ديالها حتى كتحل كلها مزيان على هذا الشكل، وغنوضعها مره اخرى كتفور. بعد ما فارت الفوره الثانيه غنوضع عليها الماء. هنا غادي نوضع غير الماء بارد ونحلها كذلك مزيان. كنعتذر لانني سرعت الفيديو يعني ما بغيتش يجي الفيديو طويل، خصوصا انه ما عجبنيش الطريقه ديال التصوير ديالو. كيف قلت لكم كانوا جاو عندي الضيافه على غفله، وخا كاينين الضياف قلت انا غادي نصور وما مشيتش للبلاصه اللي دائما كنصور لكم فيها الفيديوهات. صورت فقط في المطبخ. هنا من بعد ما حليت الصفه مزيان كتصبح على شكل كلها محلوله، غادي نوضعها تفور الفوره الثالثه. بعد ما كتفور الفوره الثالثه كنوضع عليها شويه ديال الزبده وشويه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للزبده والسكر كلاصي كيبقى على حساب الكونتيتي ديال السفه ديالكم، يعني عينكم ميزانكم. من بعد كنوضعها تفور المره الرابعه. من بعد ما فارت الفوره الرابعه طابت عندنا السفه مزيان، وديك الطريفات ديال الدجاج تغمروا مزيان، خليناهم حتى نشفوا من الماء، تبخروا من الماء مزيان، وبقينا كنحركوا فيهم. زدت لهم شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر، غير معلقه ديال السكر، شويه ديال القرفه. بقيت كنحركهم مزيان حتى تدغمروا وصبحوا يعني ناشفين. هنا كنوضع السفه كطبقه الاولى، كنوضع قطع ديال الدجاج كطبقه الثانيه، من بعد كنغطيها بالسفه مره اخرى وكنقدمها على هذا الشكل. وهذا هو الطبق النهائي. نتمنى تقبلوا على الطريقه ديال التقديم لاني فريمون كنت زربانه بزاف، والضياف كذلك كانوا زربانين، وكنعتذر كذلك على الطريقه ديال التصوير. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه. الى وصفه قادمه، شكرا لكم.